نزلت بوست على الجروب بتاعنا على الفيسبوك موبايلي جروب. لو عندك سؤال حابب تعرفه في الموبايل بتاعك وهنجاوب عليه في فيديو، فجي سؤال عليه عجبني. والسؤال بيقول ازاي انقل الملفات بتاعتي والفيديوهات من الواجهة الاولى للواجهة التانية في موبايل شاومي بوكو اكس 3 برو النسخة الجلوبال واجهة مي اي 12.5.7 عشان مش لاقي غير نقل التطبيقات في طريقتين. الطريقة المعتادة ودي ما بقتش متاحة في الواجهة العادية، يعني الواجهة الحديثة، وده هنوضحه في التفصيل في الفيديو ده وهنجاوب على السؤال ده. قبل ما نبدأ اشترك في القناة وصفحة الفيسبوك، اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. نبدأ بأول حاجة وهي طريقة الدخول أو الوصول للواجهة التانية. لو انت لسه مستخدم جديد وبادئ تمسك موبايل من شاومي هتلاقي الميزة دي. الواجهة التانية عشان توصل لها هتدخل على الإعدادات، هتلاقي ميزات خاصة موجود فيها آخر حاجة الواجهة التانية. هتدخل على الواجهة التانية هيظهر لك الواجهة التانية فاضية خالص، ما فيهاش أي حاجة، بتبقى عاملة وكأنها زي الموبايل الجديد، مش موجود فيها غير التطبيقات الأساسية، تطبيقات الموبايل وتطبيقات جوجل بس. تبدأ انت لو عايز تنقل فيها اي حاجة، تنقل ملفات او تنقل تطبيقات، وده اللي احنا هنوضحه في الفيديو بتاع النهاردة. لو انت عايز تنقل تطبيقات هتدخل على نفس الطريقة اللي دخلنا بيها الواجهة التانية وتضغط عليها، هيظهر لك الاعدادات بتاعتها. لو انت عايز تعمل لها كلمة مرور تضيف بصمة عشان تقدر تدخل ليها بسهولة، وموجود هنا نقل البيانات. دي النقطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. لما بتضغط على نقل البيانات بينقلك لصفحة موجود فيها نقل التطبيقات، وكان بيبقى موجود في الواجهة القديمة استيراد الملفات، دي ما بقتش موجودة. احنا هنبدأ الأول بنقل التطبيقات عشان لو عايز تعرف الطريقة بتاعتها. هنختار اي تطبيق وندوس عليه دلوقتي. نختار مثلا التطبيق ده، هيظهر لك انت عايزه في الواجهة الاولى بس ولا في الواجهة التانية ولا في الواجهتين. احنا هنختار ان هو يبقى موجود في الواجهتين، في الواجهة الاولى والواجهة التانية. هيبدأ ينقله من الواجهة الاولى للواجهة التانية، وهتدخل هتلاقيه موجود مع التطبيقات. كده احنا نكون نقلنا التطبيق من الواجهة الاولى للواجهة التانية. ندخل على نقطة الخلاف او النقطة اللي مش معروف لها طريقة او طريقتها صعبة، وهي نقل الملفات او استيراد الملفات اللي هي مش موجودة في الواجهة الجديدة. احنا دلوقتي في واجهة شاومي يو اي 12.5.4. هنعمل ايه؟ هنقوم جايين راجعين على الواجهة الاولى. بيبقى موجود بره كده على الصفحة الرئيسية علامة تبديل، بتضغط عليها وترجع للواجهة الأولى. بنفتح أول حاجة الموبايل داتا أو الواي فاي. هنختار الملفات مثلا اللي احنا عايزين ننقلها، هنختار 3 ملفات. نعمل إرسال. هنختار في عملية المشاركة هنا نقل بواسطة الدرايف، هو هينقلها للدرايف وهتبقى موجودة على جوجل درايف زي ما قلت لك، موجود على الواجهتين، الواجهة الأولى والواجهة التانية. دلوقتي هو بيحملهم كده، عملية التحميل خلصت، هما موجودين على جوجل درايف. هنقوم جايين دلوقتي ناقلين على الواجهة التانية نفس الطريقة اللي احنا دخلنا عليها. نعمل ذهاب، هندخل كلمة المرور او بصمة الاصبع لو موجود. مجرد ما بنضغط على التالي بيبدأ ينقلنا على الواجهة التانية مباشرة. هنا هندخل على اهم نقطة، هندخل على جوجل درايف. طبعا ده كده موجود على الواجهة التانية. بتدخل الحساب اللي انت ناقل عليه الملفات دي، هتعمل ريستارت، هيظهر لك الملفات اللي لسه منقول. هتضغط على اي واحد فيهم هتلاقي فيه علامة تنزيل، هتضغط على تنزيل كده الملف اتنقل على الموبايل بتاعك. وبكده تكون حليت مشكلة نقل الملفات من الواجهة الأولى للواجهة التانية لو بتواجه فيها صعوبة. هو الملف مفتوح عادي خالص، وده على الواجهة التانية. كده احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبتك الطريقة بتاعت الفيديو وعجبتك المعلومات اللي فيه، اشترك في القناة وصفحة الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. وكمان تشترك في الجروب بتاعنا عشان بننزل بوستات. لو عايز تسأل اي سؤال تكتب السؤال بتاعك وهنجاوب عليه في فيديو زي ما عملنا النهاردة. سلام.